التسعة متاع الصباح في ملعب ألعاب القوى بالمنزه. الموعد يومي مع التمارين والتحضيرات للمسابقات الدولية. مرحبا بكم في عالم روعة ليلي، البطلة البارالمبية بطلة العالم في رمي الجلة. إمكانيات بدنية كبيرة ياسر تخليها ديما رغم الظروف ورغم نقص التربصات ورغم برشا نقائص عندنا وكل شيء، معناها ديما روعة متقدمة على ليزادفيرسير نتاعها. كي التحقت بالمنتخب الوطني لهنا وكملت كملت تدريبات معايا. اول عام 2007 نشارك في البطوله العربيه في مصر، نعمل ميداليه ذهبيه ونحطم رقم قياس العالمي، ومن ثم تفتحت ابواب الذهب، والحمد لله الحمد لله. من 2007 حتى ل 2016 لهذا يوم، وروعه ديما تجيب في الذهب. الفائزه بالميداليه الذهبيه وبطله العالم لالعاب القوى لدول اعاقه. تتويج روعة في الألعاب البارالمبية البرازيل 2016 ما كانش الأول، هو ثالث على التوالي. بيكين روحت فيها بذهب وفضة، وقت ديسك ما كانش اختصاصي. شاركت في بطولة العالم في ياسين عاملة فيها برونز 2006. شاركت في بطولة العالم اللي صارت في فرنسا، روحت بالذهب. شاركت في بطولة العالم في قطر، روحت بزوز ذهب. الحمد لله في كل يوم في كل كومبيتيسيون حطيت فيها ساقية في أي ملعب، حتى من أول ما دخلت. من أول ملعب 2006 دخلت بالفضية لحد الآن الحمد لله. أي مباريات ندخل لها نروح بها بميداي، عمري ما نروح فارغة. مسيرة حفلة البطلة تونس ونقطة ضعف حولتها لنقطة قوة. كتبت التاريخ تونس قصة نجاح استثنائية رغم صعوبة بدايتها. كي وصلت للمعهد الإعدادي قريت أول حكاية طلبها طبيب، قالهم هذه قصيرة لازمها تجيب ورقة إعفاء رياضي. مشيت للطب الرياضي في قفصة، أعطوني لي أنا معفاة من الرياضة. المعهد الرياضي قالك ممنوع، أنا كيف هي اونديكابي وباش تدخل مع لي فاليد ما عندهاش الحق. بقيت أنا نصر على الحكاية هذه، وبقيت نمشي ونجي على الوزارة. المدرب متاعي مسكين يمشي معايا ويجي. واليوم الخدمة تجيب، هكا تقول روعة اللي حطمت الأرقام القياسية سابقة. أنا طموحي اللي 2020 إن شاء الله باش نكمل. كان أنا بالرسمي عندي قلب وبقوتي وبشخصيتي نكمل نجيبها. عندي بطولة العالم باش تحصل في 2000 توا إن شاء الله في شهر جويلية في لندن، إن شاء الله باش نكمل نشارك فيها. عندي الأولمبيك 2020 باش نكمل فيه. روعة اليوم تختار تكمل المسيرة، تعطي المثال وبرشا أمل حتى نشوفوا راية تونس مرفوعة في كل المحافل الدولية.